السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من أخبار فريق الشعب. عاش اليوم الشارع الرياضي في العاصمة أجواء حماسية كبيرة مع إقامة درب الأجوار بين النادي الأفريقي والترجي الرياضي في مختلف الأصناف الشابة. وكما جرت العادة، كان تفوق في أغلب المواجهات لفريق الأحمر والأبيض الذي قدم يوما استثنائيا أكد من خلاله العمل الكبير داخل اللاماديات. نبدأ بصنف الأصاغر 1000، حيث تمكن النادي الإفريقي من تحقيق فوز مستحق بهدف دون رد أداء ونتيجة. أما الأصاغر باء فقد انتهت مواجهتهم بالتعادل الإيجابي هدف لمثله بعد مباراة قوية بين الجانبين. نمر الآن إلى الأداني ألف وباء، حيث وصل أبناء الإفريقي التألق، فكان الانتصار في اللقاء الأول بنتيجة 1-0، ثم الفوز في اللقاء الثاني ب3 أهداف مقابل 2 ليؤكد النادي السيطرة على هذا السلم العمري المهم. أما الأواسط فقدموا واحدة من أقوى مباريات اليوم، إذ فازوا بهدفين دون رد في دربي كان مليئا بالأحداث الساخنة والأجواء المشحونة، والذي توقف في الدقيقة 95 بسبب أحداث عنف واقتحام للميدان من بعض مسيري وجمهور الترجي، ما تسبب في إصابات بالغة لعدد من مسؤولي النادي الإفريقي استوجبت نقلهم للمستشفى. نحمد الله على سلامة الجميع، ونتمنى أن تتخذ الجهات المختصة القرارات اللازمة، خصوصا وأن مثل هذه التصرفات غير المقبولة لا يجب أن تتكرر في أصناف شابة يفترض أن تكون مدرسة للأخلاق والروح الرياضية. هيئة النادي الإفريقي أصدرت بلاغا رسميا تؤكد فيه تعهدها بتتبع كل من تورط في هذه الأحداث قانونيا. نصل الآن إلى صنف النخبة، حيث تلقى الفريق الهزيمة الوحيدة للنادي الإفريقي اليوم بنتيجة 2-0. هزيمة لا تقلل إطلاقا من الحصيلة العامة لهذه الدفعة من المواهب، فقد خاض الفريق اليوم 6 مباريات ضد الترجي، 4 انتصارات، تعادل وهزيمة وحيدة. حصيلة ممتازة تظهر حجم العمل الذي يقوم به الإطار الفني والمسؤولون، وتؤكد أن مستقبل الأكابر سيكون متعما بجيل قادر على تقديم الإضافة وتغيير شكل الفريق في السنوات القادمة. وفي خبر آخر، سافر اللاعب الشاب عمار عبد الحق إلى فرنسا لإجراء اختبارات مع نادي أنجي الناشط في الليغ 1. خطوة جاءت بعد فشل المفاوضات الخاصة بعقد احترافه مع النادي الإفريقي، واللاعب الآن أمام فرصة ذهبية لخوض تجربة أوروبية قد تغير مساره الكروي. نمر الآن إلى فرع كرة السلة، حيث عاد الفريق إلى أجواء التمارين بعد اكتمال الصفوف إثر عودة اللاعبين الدوليين الذين شاركوا مؤخرا في تصفيات المونديال وقدموا مردودا قويا. النادي الإفريقي يعود رسميا للمنافسات يوم 14 ديسمبر حين يلاقي النجم الساحلي في قاعة سوسة. ونختم مع المنتخب الوطني لكرة القدم الذي فاز أمس على نظيره القطري بثلاثية نظيفة. لاعب النادي الإفريقي فراس شواط لعب 85 دقيقة وقدم مستويات محترمة. ورغم الانتصار العريض، غادر المنتخب البطولة دون تأهل بعد خيبة المباراتين الأولى والثانية. هذه المشاركة الضعيفة تعكس تراجعا واضحا في المستوى الفني والبدني للكرة التونسية، إضافة إلى تأثير اختيارات المدرب التي أثارت الكثير من الجدل. وبالرغم من اعتماد المنتخب على لاعبين ينشط 80% منهم في البطولة المحلية، إلا أن ذلك يكشف أيضا حجم التراجع في قيمة لاعبين محليا مقارنة بجميع المنافسين.